ليش صار عندي خوف من كل شخص كشف سري وبعدها انعدمت ثقتي بالعالم؟ هنا ده مثال كويس لطريقتين من التفكير اللي هو تفكير طفولي، التفكير الساذج. وده مش معناه إن انا بعيب فيكي ولا بهاجمك، ده معناه انه في طريقة تفكير طفولية محتاجين ان احنا نشتغل عليها عشان تنضج. لانه ده الطبيعي. طبيعي ان احنا كلنا بنمر بمراحل بنبقى اطفال ما بنتولدش كبار يعني. وبالتالي طريقة التفكير الطفولية هي مناسبة لفكر الطفل، انما مش مناسبه لفكر الناضج. فالطفل عشان ينضج مش هينضج لوحده فكريا، جسمه بينضج لوحده، انما فكريا مش هينضج لوحده. محتاجين ان احنا نشتغل على افكارنا علشان تتغير بشكل ناضج عشان نعرف نعيش، لان في الاخر طول ما انت عايشه بفكر طفولي هتفضلي بتعاني من تاثيره. ده عامل زي بالظبط ان انت لسه لحد النهارده بتلبسي لبسك وانت طفله، مش هيليق عليك، مش هيبقى مناسب. طب ايه هم الطريقتين التفكير اللي واضحين في المثال هنا؟ اول حاجه ان انت بتاخدي نظرتك عن نفسك من نظرة الناس ليكي. يعني انت ما كونتيش لسه هوية خاصة بيكي من نفسك، فبالتالي سلطتك على أفكارك وسلطتك على نظرتك لنفسك معتمدة على نظرة الناس إليكي. وبالتالي كون ان في حد يكشف سرك ده معناه ان هو بيعريكي بالنسبه لك، لانه بالنسبه لك دي يا نهار اسود انا هفقد هويتي في عينين الناس. وبالتالي مش هتعرفي تتعاملي مع نفسك انت كانسانه، لان انت مش عارفه تشوفي نفسك ازاي، لان انت معتمده على نظره الناس هي ليكي. فدي اول مشكله. تاني مشكله التعميم الكوني، ان انا يعني انت ما تعاملتيش مع كل الناس، انما انت تعاملتي مع حد اتنين تلاته اربعه عشرة اخرك يعني ما اعتقدش ان انت تلحقي اصلا تكملي 10. فبالتالي لما نيجي نعمم ان كل الناس ما ينفعش حد يثق فيهم، ما اقدرش اثق فيه لاحسن كلهم يعملوا نفس اللي فلان عمله، ده تعميم كوني بيضر البني ادم، لان الناس مش زي بعض. ولما نيجي نتعامل مع الناس بان احنا كلهم وحشين، بيبتدي الناس تتعامل معايا وحش لاني انا اصلا من البدايه بعمله وحش. من البدايه انا بشكك فيه، من البدايه انا شايف ان هو ممكن يعني خاين وانا بحرص منه فاكيد اللي قدامي وانا بحرص منه باستمرار وعمال بشكك فيه، هو كمان هيبتدي يحس ان هو متضايق ومش عايز يتعامل معايا اصلا. فبالتالي احنا بنحقق نبوءاتنا السيئه عن طريق تعميم كوني احنا افترضناه على كل العالم، عن طريق معاملتنا السيئه لخوفنا المستمر من كل الناس. فمحتاجين ان احنا نغير الطريقتين، ان هو مبدئيا نظرتك عن نفسك تكون من نفسك مش من الناس. الناس رايهم فيكي مجرد راي استشاري، تاخدي منه اللي انت عايزاه وترمي الباقي عادي خالص. تاني حاجه ان ما ينفعش نعمم، محتاجين ناخد الموضوع بشكل فردي. طب ما انا ممكن غيره يعمل فيا كده تاني، ما انا محتاج ان انا اتعلم انه ازاي احمي نفسي وازاي اعرف اتصرف وازاي ان انا اعرف اخد وقتي، لانه ممكن الشخص يأذيني بس ده مش معناه ان هو هيأذيني. ده مش حقيقة هتحصل، انما ده افتراض ممكن يحصل وممكن لا، وممكن يفيدني وممكن يساعدني. فانا كل اللي انا محتاجه ان انا اتعلم حكمة اكبر في طريقة التعامل مع البشر وبس، واتعلم من اخطائي واستمر الحياة. جاوبتك؟